ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم عن سر كبير بيحصل قدام عينينا، وهو خسوف القمر. بس قبل ما نبدأ دوس لايك واشترك في القناة لو بتحب الفضاء والأسرار الغامضة. تخيلوا معايا قمر منور في السماء وفجأة يختفي قدام عينك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ويتحول للون الأحمر الدموي. أول حاجة، ايه هو خسوف القمر؟ الخسوف ده بيحصل لما الأرض تيجي في النص بين الشمس والقمر، وساعتها ظل الأرض بيغطي القمر. الخسوف ليه 3 أنواع: خسوف كلي، القمر كله بيختفي ويبقى لونه أحمر نحاسي وبيسموه قمر الدم. خسوف جزئي، جزء من القمر بس بيتغطى. خسوف شبه ظل، القمر يبهت شوية لكن مش بيختفي خالص. طيب ليه القمر بيبقى لونه أحمر؟ السبب إن أشعة الشمس وهي بتعدي من جو الأرض بتتشتت، واللي بيوصل للقمر هو الضوء الأحمر والبرتقاني، وده اللي بيخلي القمر يبان دموي. الخسوف والكسوف ناس كتير بتتلخبط بينهم. الخسوف الأرض بتحجب ضوء الشمس عن القمر، الكسوف القمر هو اللي بيحجب ضوء الشمس عن الأرض. في الحضارات القديمة كانوا شايفين الخسوف حاجة شؤم أو كارثة، لكن دلوقتي احنا عارفين إنه ظاهرة طبيعية مذهلة وآمنة جدا على العين، تقدر تشوفها براحتك من غير أي خوف. الظاهرة دي بتحصل 2 أو 3 في السنة، ومش شرط تبقى ظاهرة من كل بلد، وبتستمر أوقات طويلة جدا، ممكن توصل ل3 ساعات تقريبا. والأجمل إن العلماء زمان استخدموا الخسوف علشان يحددوا حجم الأرض ويأكدوا إنها كروية مش مسطحة. يعني الخسوف مش بس يخطف الأنفاس، ده كمان مفتاح لاكتشافات عظيمة جدا. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد عن أسرار الفضاء. سلام.